احداث كتيره حصلت في الفتره الاخيره في المباريات السابقه، وكمان في سوق الانتقالات سخن جدا جدا، واللعيبه كتير قوي. يعني عندك مجدي قفشه عايز يمشي عشان جاي له عرض جامد جدا من الوحده السعودي. محمد عبد المنعم جاي له عرض قوي جدا 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 من الفريق اعتقد فرنسي، فريق كبير برضو. محمد عبد المنعم جاي له عروض كتير على فكره يا جماعه وقويه، وهو محدش عارف وجهته ايه لحد دلوقتي. اللعيبه كتير جاي لها عروض، ولكن انت لو هتمشي كل اللعيبه يبقى انت فين قوام الفريق فين قوام الفريق بقى اللي انت حافظت عليه؟ انا شايف ان الموضوع زاد عن حده ده، لدرجه ان وسام ابو علي اللي لسه جاي يا دوب مجرد ما تالق والظهر لعب ومشيت معاه شويه، قال لك بس وسام ابو علي جاي له عروض وهيمشي. يعني هو الواد مشي لحق يا جماعه؟ ده يا دوب لسه ما لحقش يجيب كام جول مع الاهلي، وهو ما شاء الله جايب 15 هدف دلوقتي اعتقد، وهداف الدوري. صحيح ربنا يكرمه يعني ويمنعه من العين والحسد ويحميه، لكن مش من درجه ان هو يمشي في يناير او يمشي دلوقتي. صعب جدا يا جماعه، ده الاهلي لسه ما لحقش حتى يعني يستفيد بيه. عندك كاس عالم للانديه. في كمان اخبار عن عمر فرج الفلسطيني، اللاعب الثاني الهداف اللي بيتكلموا عليه. الاهلي بيكتشف سر في حته الفلسطينيين، وده كانت لعبه قدر سبحان الله يا جماعه، عشان الفلسطيني بيعامل بجنسيه مصريه، ما بيعتبرش اجنبي في مصر. فبالتالي انت كده بتكسب لعيبه كانه مصري، والاماكن الافريقيه زي ما هي. انت لو جبت لعيب تاني افريقي قصدي فلسطيني، يبقى انت كده ما خسرتش مكان. مش هتحتاج لمشكله القندوسي ومشكله اليو ديانج ومشكله بيرستاو، اللي المفروض برضو الراجل قال انا مش عايزه. حقيقه انا مش عارف، القصص صعبه قوي في الاهلي الفتره دي بمناسبه الاحداث قويه، ولاعيبه كتير هتمشي ولاعيبه كتير هتقعد. الواحد ما بقاش عارف يعني. بس انا شايف ان اداره النادي الاهلي مقصره، اقولها بصراحه. لجنه التخطيط والتعاقدات مقصرين في التعاقد مع مهاجمين للنادي الاهلي بشكل قوي. سيبك من وسام ابو علي، فعلا هو نجح نفسه بنفسه وربنا يكرمه، والاهلي بينجح اي حد وهو عنده امكانيات. ولكن الاهلي مش عارف ليه الناس بدات تتهم الاداره ان هي بخيله على الفريق. لازم الاهلي يعامل زي ما بيتعامل فريق النصر، فريق الهلال السعودي، فرق الكبيره جدا في الدول بتاعتها، لان الاهلي فريق كبير يا جماعه. الاهلي فريق كبير جدا جدا جدا، فريق ببطولات، فريق كاس عالم للانديه كل سنه. مفيش حد في العالم كده، مفيش حد في العالم كده. الفرق في العالم يعني لازم ما تبخلش عشان خاطر تدي الفريق القوه اللي تستحق تجيب بيها بطولات كبيره. يعني انت كان في ايدك تاخد كاس عالم للانديه على فكره، ما كانش بعيد، بس دلوقتي طبعا بقى من المستحيلات، لان مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس بقى صعب، لان خلاص بقى عامل زي كاس العالم بقى من 32 فريق وقصه كبيره جدا. يعني الاول كان 8 فرق وكنت بتصعد قبل النهائي يعني، فانت صعدتها على نفسك، كان ممكن تاخد بطوله عالميه. ولكن الاهلي اتاخر في التعاقدات كتير، انا شايف كده. عموما هنشوف لما الاهلي هيعلن في الفتره اللي جايه، هل بن رمضان مضى ولا ما مضاش، خلص ولا ما خلصش. هجيب لكم التفاصيل دي في الفتره اللي جايه، بس اول ما يتاكد الخبر هنقله لكم. مش هنقل خبر لسه قيل وقال. عشان كده لو سمحتوا اتاكدوا ان انتم مشتركين وعاملين لايك للفيديو وفي القناه دايما معايا، عشان يوصل لكم اول ما يحصل اي خبر اكيد من داخل النادي الاهلي. هجيب لك الكواليس بتاعته وهعلنها فورا، وان شاء الله كل الجديد هتلاقوه هنا على القناه. تحياتي ليكم، دايما بشكر كل الناس اللي بتدعمني واللي بتقف ورا ظهري بعد ربنا سبحانه وتعالى. اشكركم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم. اسيبكم دايما في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.